انا زمان كنت بشتغل اوبر اول ما جيت امريكا، واتنصب عليا. اتنصب عليا ازاي بقى؟ كنت واقف مستني رحله لمثلا واحد اسمه جاك. الكلام ده مثلا الساعه 2 3 بالليل في الويك اند، فالناس كلها بتطلع بالليل من البارات عايزه تروح وما ينفعش يسوقوا. فانا مستني واحد مثلا اسمه جاك، انا مش فاكر اسمه ايه. فجالي واحد خبط لي على الشباك، فقام باصص لي كده قال لي انت مستني مايكل؟ فقلت له لا، انا مش مستني مايكل، انا مستني اسم تاني. وهنا ما ينفعش اقول الاسم، لان في ناس بتقول لي انا جاك، ويركب ويخليني امشي ويديني عنوان تاني وهو اصلا مش جاك، وجاك هو اللي يدفع الرحله. ففي هنا سرقه. الاوبر اسمها حاجه اسمها اوبر هاي جاكينج. فانا ما بعملش كده، ما بقول لهمش ايه اسم الشخص اللي انا هاخده. فقام قايل لي طيب انا مستني اوبر وبقاله كتير قوي ما جاش، ممكن تكنسل رحلتك وتاخدني توصلني؟ فقلت له انا مستني حد تاني. قال لي انا هدي لك كاش. احنا هنا الابلكيشن بياخد مننا تقريبا 60%، ففكره ان الابلكيشن ما ياخدش مني فلوس وانا اخد الفلوس كلها دي بالنسبه لي مربوحه جدا. فقلت ايه، موافق جدا. المهم قلت له اديني عنوانك، اداني عنوانه. فرحله ايه صغيره مش كبيره. دخلت حطيت عنوانه ودوست على الابلكيشن، لقيت ان الرحله تقريبا طلعوا له هو ب 45 دولار. فقلت ايه، هو هيديني 50 دولار مثلا كاش؟ فقال لي انا هدي لك 100 دولار كاش. فطبعا انا بالنسبه لي دي مربوحه جدا، قمت مكنسل الرحله الثانيه وقلت له اركب. ركب. هنا لما بقول كاش الناس مش بتدي لك كاش في ايدك، في حاجه زي انستا باي كده اسمها زل، في حاجه اسمها فينمو، وفي حاجه اسمها كاش اب، بيحولوا لك عليها الفلوس من حسابهم لحسابك، بس ده اسمه كاش. مش معنى كده ان واحد مثلا ماشي ب 1000 دولار كاش، هم ما بيمشوش بكاش، بيمشوا بالابلكيشنز. وانا عندي الثلاثه، بما اني بشتغل رحلات كاش كده فانا عندي الثلاثه. فمشينا رايحين على بيته. ساكن في مانشن رهيب، واد شكله محترم قوي ونظيف. مانشن دي يعني قصر، ساكن في قصر سعره مثلا 3 مليون دولار، فمستحيل هنصب عليها في 100 دولار. المهم وصلنا، فتح باب العربيه، فقلت له ايه مان الفلوس وبتاع. فقام قايل لي هدخل جوه اجيب لك كاش واجي لك على طول. فقلت له ماشي، انا متخيل يعني واحد ساكن في بيت ب 3 مليون مش عمره ما هيفكر يسرقني يعني في 100 دولار. وقام داخل خبطش، ما طلعش تاني. رحت اخبط على الباب، ما حدش بيرد. فانا عبيط بسلامه نيتي قلت ايه، ده تلاقيه كان سكران ونسى ودخل نام، فانا هحاول اصحيه. اخبط 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 اخبط، مفيش حد بيفتح لي. ببص لقيت عربيه بوليس ورايا، السنينه ضربت. انت بتعمل ايه؟ تعالى، ده انت بتحاول تسرق البيت ولا بتعمل ايه؟ طلع دخل جوه ابن الكلب وطلب لي الشرطه. وجات لي الشرطه، فقلت له بص اللي حصل 1 2 3، وانا عندي داش كام جوه العربيه. قمت فاتح الداش كام وقلت له حصل 1 2 3 4. قام مخبط على الباب ودخل جابوا لي من جوه، وقال له انت هاو ماتش دو يو بروميس هيم؟ فقام قايل له 100 دولار. قال له جيف هيم ذا 100 دولار. قال له انت وعدته بكام؟ قال له 100 دولار. قال له اديله ال 100 دولار دلوقتي. وجاب لي حقي وخد الفلوس ومشيت. بس انا وقفت مثلا بتاع ساعه ما حلتش، انا مش همشي، انا هاخد ال 100 دولار. يعني ضيعت اكتر من 100 دولار في الوقفه، بس انا ما حدش يضحك عليا. ده كان نصاب معاهم فلوس كتير قوي، بس هو بالنسبه له هو بيلعب، وانا بالنسبه لي ده اكل عيشي وانا مش هفرط في فلوس.